هنا كابتن خالد الغندور بيسأل الضيوف مين الأفضل فنيا كمستوى فني إن هو يشارك في دوري أبطال أفريقيا، الزمالك ولا الأهلي؟ طبعا بعيد عن نتائج الموسم اللي فات، الأهلي هو الأنسب للمشاركة علشان يحمي الكرة المصرية من فضيحة هيحققها الزمالك. أنا أكاد أجزم إن الزمالك لن يتجاوز دور ال 64 أصلا في دوري أبطال أفريقيا. سؤال، وبكرة لو احنا بنتكلم فنيا بقى، مين الافضل يشارك في دوري ابطال افريقيا؟ الاهلي اقوى، اجهز، احسن امكانيات، لعيبه، دكه، ولا الزمالك اللي داخل بعد ما باع حكام ما عبد يعرفش المجيد؟ بكره هيتعشى ايه. يعني ايه، مش عايزين نقول الكلمه دي عشان لا الناس ما عادي يعني، تقللش، احنا مش برضو زملكاويه، لكن انا بتكلم في نقطه ايه؟ يعني الزمالك بيمر بظروف صعبه جدا. هل الزمالك قادر بهذا الفريق اللي خسر نهائي الكونفدراليه انه ينافس في دوري الابطال؟ بص يا كابتن خالد، بصراحه يعني انا ممكن اقول كلام يزعل الزملكاويه مني يعني. ولكن انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا، اللي عنده امكانيات مين؟ انت النهارده قدرات، حتى لعيبه، قدرات اللعيبه، لا امكانيات يعني انت الفلوس بتتكلم كاس العالم تقريبا 8 من الاهلي يا كابتن خالد. امكانيات الفلوس اللي تجيب اللعيبه، تجيب الجهاز الفني المحترم اللي تقدر تصرف في المستحقات في وقتها، تقدر تصرف المكافآت. سيبك من الحاجات دي، ما كانت موجوده السنه اللي فاتت. انا بتكلم على دي حاجه دوري الابطال، تنافس في دوري الابطال. انت بتتكلم في سنه فاتت ان كلام الحق ظاهر، مين اللي عنده الإمكانيات ومين اللي عنده مقومات اللعيبة اللي هي تشارك في دوري الأبطال. هل الزمالك ولا الأهلي؟ طبعا الزمالك كده كده هيشارك خلاص، هو اول الدوري، ودي حاجه احنا ما بنتكلمش فيها كقانون يعني، او اللي احنا بنهبط في الاعراف، ولكن احنا بنتكلم كمستوى لعيبه. يعني انت ما تقارن لعيبه الاهلي بلعيبه الزمالك. لو انت راجل كده على الحياد، تختار مين يشارك في دوري الابطال؟ في الغالب لعيبه الاهلي، لان مستوى لعيبه الزمالك لا يؤهلهم يعني اقول لك للمشاركه خمس في ست سنين بطولة لما رمضانية. الاهلي يقع واحده، يعني يقع سنه وبعد كده يقوم واقف على رجليه، يقعد مثلا 5 6 سنين ويقعد الكلام ده كله. ولكن انت بتتكلم على نادي الزمالك النهارده واقف قيد، جايب مدرب مع نوعيه لعيبه انا مش شايف ان هي ممكن هتحقق. هو الزمالك اعلن المدرب اصلا اللي موجود خلاص. ايوه خلاص فوك رازوفيتش راكول صربي. والحاجه الثانيه اللي انا اكبر دليل على التخبط ان هم بيقول لك الزمالك اعلن المدرب الصربي هو مدرب الفريق، وطبعا ولا في مدرب صربي اتعلن ولا حاجه، وقال لك معتمد جمال هو اللي هيكمل وهو اللي هيبدا المعسكر مره اخرى. علشان تعرف بس ان هم اصلا اللي عاملين نفسهم زملكاويه اصلا مش عارفين حاجه، والاداره متخبطه. في نادي في الدنيا يبقى الموسم بتاعه هيبدا كمان كام يوم وهو مش عارف مين المدرب بتاعه، او يبقى واهم جمهور اللي احنا نجيب مدرب اجنبي ومدرب صربي ومدرب بيلاروسي، وفي الاخر يرجعوا يعتمدوا على كابتن معتمد جمال. طبعا انا ما بتكلمش على كابتن معتمد جمال، هو راجل محترم جدا جدا وعمل موسم معاهم رائع، ولكن بنتكلم على التخبط الاداري والفني اللي هم فيه ده، حاجه سيئه جدا جدا يعني بصراحه. استغرب لها كمان ان الكابتن معتمد جمال ليه ما يكملش. هو عارف الفرقه بشكل كويس جدا، وعارف نقاط الضعف، نقاط القوه، وامكانياتك الماليه كمان، الامكانيات هيستحملك. النهارده ممكن معتمد جمال من ساعه ما اشتغل ممكن ما يقعدش شهر. فالنهارده انت جايب مدير فني، طب المدير الفني ده مش عاوز مثلا قماشه كويسه عشان يقدر يفصل بقى حاجه كويسه؟ طب انت شايف ان الزمالك ما عندوش القدره على المنافسه على دوري الابطال؟ انا مش عاوز اقول كده يا كابتن. لا ليه؟ قول الحقيقه، ده لعيب كوره. الحقيقه لا، هتبقى بعيده ما عندوش شويه، القدره، هتبقى بعيده شويه. ليه؟ لوقف القيد.